مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم من نشره اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتريا يسلم رساله من الرئيس إسياس أفورقي الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تنظيم انشطه توعيه صحيه في الاقليم الجنوبي. انجاز عمليه اصلاح سد سعادة كريستيان. قصف إسرائيلي مكثف على غزة والمقاومة ترد مع انقضاء أسبوع من الحرب. مقتل 7 أشخاص إثر تفجير انتحاري في أفغانستان. حوار رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. سلم وفد إريتريا على المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب اليوم 14 من أكتوبر رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تتعلق الرسالة بالأوضاع المؤسفة في السودان والدفع بجهود إنهاء الحرب وتوحيد مختلف المبادرات لخلق الأرضية لتحقيق السلام الدائم في السودان. وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللقاء الرئيس إسياس أفورقي للوفاء بتعهداته واهتمامه القوي بالسودان، وأوضح تقارب وجهات النظر الإريترية والمصرية تجاه قضية السودان. وكان وفد إريتريا قد التقى في 12 من أكتوبر وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري، وبحث معه نفس القضية والعلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين. قام مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي بحملة توعية لمكافحة الأمراض المعدية عامة ومرض الإيدز والتهاب الكبد خاصة في الفترة من 10 وحتى 12 من أكتوبر بمديريات صنعفة وعدقيح ودقم حرة. وأوضح مسؤول مكافحة مرض الإيدز والأمراض التناسلية الأخرى سيد أسفاو قبر ميكائيل أوضح الإصابة بمرض الإيدز على مستوى البلاد والإقليم، وقال أن الإصابة بمرض الإيدز تظهر بكثرة في قطاع معين من المجتمع وهم أساس عدوى المرض نتيجة لعدم استخدام الأساليب الوقائية الآمنة. وذكر بأن الإصابة بمرض الإيدز كانت متدنية بنسبة 0.7% بين 16,143 مواطن أجريت لهم الفحوصات الطبية في الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، بينما بلغت في الأشهر الستة الأولى لهذه السنة 0.15% بين 15,639 شخص أجريت لهم الفحوصات، مما يستدعي بذل المزيد من الجهد. وقدم أيضا توضيحا حول التهاب الكبد وكيفية مكافحته وعلاجه، حيث تجري الفحوصات في صنعفة وعدقيح ودقم حارة ومندفرة وعدخالة. ودعت منسقة المعلومات والتوعية في المكتب الممرضة بلتش قبرآب المجتمع للمساهمة بدوره فرديا وجماعيا لمكافحة هذه الأمراض والعمل على تمكين الشباب من التعرف على أوضاعهم الصحية وتجنب العلاقات الجنسية المفتوحة. ودعت السيمينارات لتعزيز متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوجيههم وتوخي عمال المرافق الخدمية الحذر والتخلص من التمييز ضد المصابين بالإيدز والدفع بأنشطة التوعية. كما عقدت الكونفدرالية الوطنية للعمال فرع إقليم القاشبركة سيمينارا تنويريا في الفترة من 5 وحتى 7 من أكتوبر في مدينة غردات للتوعية بالأمراض المعدية والحذر من مرض الإيدز. أفادت الأنباء بأن العمل المنظم بهدف إصلاح سد في ضاحية سعادة كريستيان بمديرية بريخ في الإقليم الأوسط قد وصل إلى 98%. وقال رئيس فرع البنية التحتية الزراعية بالإقليم الأوسط المهندس أبراهام دانييل والمهندس حروي أمانييل اللذان يقودان العمل أن البرنامج يتم تنفيذه بالتنسيق مع إدارة تطوير البناء ومشروع الدهلو والمشاركة الشعبية العامة. وأضاف أن السد ستبلغ طاقته التخزينية 100 ألف متر مكعب من المياه عند اكتماله. وقال أنه من المتوقع أن يساهم السد الذي يستخدم للاستعمال المنزلي وتربية الماشية في التنمية الزراعية من خلال تخفيف مشكلة نقص المياه في المنطقة. وقال رئيس مشروع الدهلو السيد برهن بوسي أنهم يعملون بجد لإكمال العمل في أسرع وقت ممكن من خلال نشر ما يكفي من القوى العاملة والآليات. وقال المواطنون الذين أدلوا بآرائهم أن السكان لديهم آمال كبيرة بشأن السد وحثهم على الدفع بمهمة الحفاظ على المياه والتربة وأنشطة معالجة الآبار في شكل حملات. هذا هو تقع ضاحية سعادة كريستيان على بعد حوالي 12 كيلومترا غرب أسمرة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 9000 نسمة.
منحت مدرسة دم بسنبل في أسمرة ميداليات ل 457 طالبا حصلوا على علامات عالية في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2022 و2023. وفي حفل أقيم اليوم أعلن مدير المدرسة الأستاذ وردي برهان عينتها عن تقديم الجوائز ل 183 طالبا حصلوا على ما بين 3 إلى 4 نقاط في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية، ول 274 طالبا ممن حصلوا على 90% فما فوق في امتحانات الشهادة المتوسطة الوطنية للعام الدراسي 2022 و2023. وذكر أن الجائزة المقدمة تحمل الطلاب المسؤولية للسعي الجاد من أجل تحقيق نتائج أفضل، وتشجع أولئك الذين يتابعونهم على السير على خطاهم، وأن 93.8% من إجمالي الممتحنين اجتازوا امتحان الشهادة المتوسطة و81.3% في امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية. وقال رئيس لجنة أولياء الأمور السيد يوهانس قلتا أن هذا الإنجاز هو النتيجة المشتركة لجهود الطلاب والمعلمين والأسر والمجتمع والحكومة، وحث الفائزين على إكمال رحلتهم التعليمية بنجاح وتسليح أنفسهم بالمعرفة والمهارات التي من شأنها أن تغير حياتهم الشخصية والوطنية وتلهم الطلاب والشباب الآخرين عمليا حتى يصبحوا قدوة. وناشد رئيس وحدة متابعة المدارس الثانوية بوزارة التعليم يوهانس سلمون الفائزين بالجائزة بضرورة مواصلة أدائهم على أعلى مستوى، لأن التعليم يعتمد بشكل أساسي على جهود الطلاب ورغبتهم ومبادراتهم، وحث الفائزين على مواصلة أدائهم بأعلى مستوى. عقد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سمينارا يوم 12 من أكتوبر في حقات لتقوية العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وضمان سلامة وصحة العمال. وأوضح مسؤول وحدة العمل في المكتب السيد صحيح حقوس أن العلاقة الجيدة بين أصحاب العمل والعمال ضرورية لرفع الإنتاج والإنتاجية، وقدم شرحا حول مرسوم العمل وحقوق وواجبات العمال. وقدم في السمينار شرحا موسعا بشأن تأمين سلامة العمال وإزالة مسببات الحوادث وأدوات الحماية الشخصية من الحوادث في موقع العمل، ومرسوم قانون العمل واحترام ساعات العمل والمناسبات الرسمية، وتعزيز العلاقات وإعداد اتفاقات العمل. وذكر المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلا إيمانوت موسائيل ومسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حقات السيدة فاطمة الحاج على التخلي عن الإهمال المسبب للحوادث وتقديم خدمات عالية الجودة. وأكد المشاركون في السمينار على استعدادهم لتنفيذ التوضيحات المقدمة. هذا وعقد السمينارات مماثلة في مديريات عيلة برعد وعتك اليزان وحمل مالو. قام أعضاء مكتب الرئيس يوم 13 من أكتوبر بنفير لرعاية الشتول التي غرسوها في منطقة ماي دمنت. وأوضح السيد سعري كفلي والسيد تكي عقبة مريم المشرفان على البرنامج أن البرنامج بدأوا في شهر يونيو العام الماضي، وقد تم خلاله قرص حوالي 3000 شجرة في مساحة هكتار واحد، ونجح 97% منها. وذكر بأن البرنامج جزء من حملة التنمية الخضراء التي تنتظم البلاد، حيث يقومون بأنشطة الرعاية والري بنفرة 100 شخص كل أسبوعين. وأشار المشاركون في النفير بأن المنطقة كانت جدباء قبل عام، وقد أخضرت حاليا، معربين عن ارتياحهم بأنشطة التشجير التي قاموا بها. فضل الفضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. في قضم استمرار التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل مع مرور أسبوع على بدء الحرب، يواجه أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة نهاية مهلة إسرائيلية السبت للفرار جنوبا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل بدأت للتو الرد على هجوم حماس الأسبوع الماضي على جنوب إسرائيل. وارتفعت حصيلة الضحايا في الحرب الدائرة منذ انطلاق حركة حماس إلى نحو 1900 قتيل، بينهم 614 طفلا وحوالي 6388 جريحا فلسطينيا وفق وزارة الصحة. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1300 من المباني في قطاع غزة قد دمرت بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق. كما دعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف استهداف المستشفيات. كما قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الليل هدفا لحزب الله جنوبي لبنان ردا على إرسال مسيرات وإطلاق صاروخ أرض جو.
قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرين بتفجير انتحاري هز مسجدا للأقلية الشيعية في شمال أفغانستان حسب تصريحات حكومة طالبان. وكان الوضع الأمني قد تحسن بشكل كبير منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مجددا في شهر أغسطس 2021 بعد الإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان ما زال يشكل تهديدا أمنيا وسبق له أن استهدف الطائفة الشيعية في البلاد. وقال مدير الإعلام في الولاية مصطفى أسد الله هاشمي أن قوات الأمن والتحري توجهت إلى منطقة الحدث للتحقيق في كيفية وقوعه. عقد وانغ يي وزير الخارجية الصيني وجوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الجولة 12 من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين. وقال وانغ أن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وتعد الاتحاد قطبا مهما ومستقلا في عالم متعدد الأقطاب. وقال بوريل أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن علاقاته مع الصين بالغة الأهمية ويلتزم بتنمية علاقات بناءة ومستقرة بين الجانبين. وشدد على أن انعدام التوازن التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين البالغ 400 مليار يورو ليس كميا فحسب بل نوعيا أيضا. ومن المقرر أن تستمر زيارة جوزيف بوريل التي تم تأجيلها مرتين هذا العام باجتماع مع شركات أوروبية تناولت تحديات اقتصادية وتجارية وصفه بوريل بتبادل مثير للاهتمام. في الخبر الأخير أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مهمة إلى كويكب سايكي البعيد وذو التركيبة المعدنية الذي لم تتم دراسته حتى اليوم، فيما يعتقد العلماء أنه قد يشكل نواة جرم فلكي قديم. وانطلق مسبار سايكي من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا على صاروخ فالكون هيفي من ابتكار شركة سبايس إكس. وقالت المسؤولة عن فريق الخبراء العلميين في المهمة ليندي الكينيز تانتون في مؤتمر صحفي سبق للبشر أن زاروا الكواكب تركيبتها صخرية أو جليدية أو غازية، لكنها المرة الأولى التي سنزور فيها كويكبا ذات سطح معدني. وستكون الرحلة للوصول إلى سايكي طويلة، إذ يقع هذا الكويكب في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري. وسيقطع مسبار ناسا حوالي 3.5 مليون كيلومتر للوصول إليه، مع توقعات أن يصل إلى الكويكب في صيف 2029. وبسبب الضوء المنعكس من سطحه يدرك العلماء أن سايكي كثيف جدا وأن تركيبته معدنية مع بعض المواد الأخرى كالصخور ربما. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد إريتريا يسلم رسالة من الرئيس السياسي الأفورقي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تنظيم أنشطة توعية صحية في الإقليم الجنوبي. إنجاز عملية إصلاح سد صعدة كريستيان. قصف إسرائيلي مكثف على غزة والمقاومة ترد مع انقضاء أسبوع من الحرب. مقتل 7 أشخاص إثر تفجير انتحاري في أفغانستان. وبدء حوار رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.